الجنيه المصري ينخفض أمام الدولار الأمريكي ليسجل 48 جنيه و52 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة الأربعاء 27 أغسطس 2025. يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نستمر وصل لكم كل جديد من فيديوهاتنا. هنعرض معاكم أحدث أسعار الدولار قدام الجنيه في بداية التعاملات اليوم. أسعار العملات في البنك المركزي المصري سجل الدولار شراء 48 جنيه و52 قرش، 48 جنيه و66 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي وبنك مصر فالسعر واقف عند 48 جنيه و54 قرش للشراء، 48 جنيه و64 قرش للبيع. وفي بنك القاهرة سجل الدولار 48 جنيه و51 قرش للشراء، 48 جنيه و61 قرش للبيع. أما في بنك CIB التجاري الدولي فسجل الدولار شراء 48 جنيه و54 قرش، 48 جنيه و64 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية فكان نفس السعر تقريبا، 48 جنيه و54 قرش للشراء، 48 جنيه و64 قرش للبيع. ودي كانت آخر أسعار الدولار النهاردة في البنوك. قولوا لنا في التعليقات شايفين الدولار هيفضل ثابت ولا في تحركات جاية؟ ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.